يا صباح الخير، انا سمر ودي قناتي. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه رمضان. رمضان خلاص على ابواب يا جماعه. فمن اول تحضيراته بقى بنعمل ايه؟ بنعمل الفستق الكداب زي ما انتم شايفين كده. حلو جدا للحلويات في رمضان. طبعا رمضان يعني حلويات. فزي ما انتم شايفين بدل ما نجيب الكيلو ب500 جنيه، لا احنا هنعمله في البيت ب40 50 جنيه، يعني موفر جدا واقتصادي. مكوناته ايه يا جماعه؟ معايا ربع كيلو فول سوداني مقشر زي ما انتم شايفينه كده، اللي هو الابيض يا جماعه، ما يكونش السوداني متحمص. تجيبي سوداني مقشر الابيض. ومعايا لون طعام اخضر بريحه الفستق. لون طعام اخضر بريحه الفستق. لون الطعام ده بتجيبيه من عند اي عطار او اي حد بتاع مستلزمات حلويات. ب10 جنيه الازازه دي، يعني مش غاليه خالص. هنبدا بقى نجيب الكبه وننزل فيها بالفول السوداني زي ما انتم شايفين كده. سهل جدا وطريقته بسيطة، ما بياخدش وقت معانا، وحلو جدا طبعا. بيشرفك في رمضان في الحلويات اللي بتقدميها لضيوفك. نزلت بقى عليه بكام نقطة من اللون كده الأخضر زي ما انتم شايفين. هنبدأ بقى نطحنه في الايه، في الكبة. انا طبعا هخليه مجروش، مش هخليه ناعم قوي، انتي حسب راحتك. انا كده بشوف اللون بضرب، ولسه هنشوف اللون هل هنحتاج نحط لون تاني ولا لا. بصوا كده، انا بالنسبة لي محتاجة لون تاني، انتي بالنسبة لك كده كفاية خلاص. بس انا لسه اللون محتاج شوية كمان، فهنزل بكام نقطة برضو من اللون كده الاخضر. اللون ده طبعا صحي جدا. وهبدأ ايه اطحنه تاني. هطحنه في نفس الوقت هخليه مجروش بسيط كده، يبقى فيه قطمة الفستق، ما يبقاش ناعم قوي زي البودرة، عشان تحسي بطعمه. بعد ما طحنته، هو اللون ده المناسب جدا للفستق زي ما انت شايفة كده. انت عايزة تغمقي عن كده براحتك، بس هو ده اللون المناسب جدا، ومجروش مش مطحون قوي يا جماعة زي ما انتم شايفين. بتوع محلات الحلويات بيستخدموا الفستق الكداب ده، لانه هيجيبوا الكيلو ب500 جنيه ويعملوا لك، لا طبعا. فاحنا بنعمله زي بتاع ايه، محلات الحلويات. جبت صينيه بقى، هنزل بيها في الفستق كده، بالفستق كده فيها. وهدخله الفرن من 7 دقايق ل10 دقايق، وكل شويه هقلبه بحيث ان هو يعين الرطوبه اللي فيه من اللون اللي احنا حاطيناه، لان اللون ده يعتبر سوائل. فلازم نعين الرطوبه منه زي ما انتم شايفين كده. هو في الفرن انا بقلبه من كل من وقت للتاني. وبعد ما طلع اهو من الفرن خالص زي ما انتم شايفين، عايزه اقول لكم ريحته تحفه جميله. هو كده نشف خالص. هسيبه لما يهدى خالص، وبعدين نبدا ايه، نعبيه. زي ما انتم شايفين اللون بتاعه جميل 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 بصراحه يعني. اهو بعد ما فضيته كده في البوله زي ما انتم شايفين، انا مخليه زي ما قلت لكم مجروش عشان يبان الفستق فيه الطعم. ولو عندك بقى يا سلام حبيتين فستق او 3 وحطيتيهم وطحنتيهم معاه كمان، بيبقى حكايه يعني. الريحه بتاعته الفستق جميله جدا، والطعم محلات الحلويات ما بيستخدموش غير هو ده زي ما انت شايفه كده. وبعد ما يهدى خالص نبدا بقى نعمل فيه ايه، نعبيه في برطمانات او علب بلاستيك، علب ازاز زي ما انت عايزه. زي ما انتم شايفين كده، انا عبيته في البرطمان. وفي كمان كانوا حابه معايا عبيتهم في بوله، ببوله بغطا كده. فهنحطهم فين بقى، نحتفظ بيهم فين؟ في التلاجة، عشان ما ايه، ما يكمكمش معانا يا جماعه. يقعد معاكي طول شهر رمضان كويس جدا. وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم.